بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الخير، صباح الرضا والسعادة عليكم جميعا. النهارده ان شاء الله احنا هنعمل فطار مع بعض. الفطار بتاعنا عبارة عن ايه؟ انا معايا بتنجان اهو. البتنجان ده بتاع الجبل يا جماعة. شوفوا قلبه جميل ازاي، وبيبقى سايح وبيستوي وما بيشربش زيت. هنقلي بتنجان كده، بتنجانتين على المشي كده على الفطار ان شاء الله. نفتح الواحدة 2. ودلوقتي اما خلصت تقطيع هروح انا مش هقليه كله، احنا الفطار بيبقى حاجات بسيطة كده. هاخد 2 بس هما دول هعملهم على الفطار. ومعايا ايه تاني؟ البتنجان ده هعمل له دقة. معايا توم اهون، ومعايا دي فلفل او شطة. هقطع الفلفل على التوم عشان اعمل الدقة، وليمون بقى وخل وحاجات من دي. ومعايا خيار هقطعه، ومعايا طلعت كيس فول اهو فك عشان نعمله. ودي الطعمية الجميلة هي اللي انا كنت قاليه منها معاكم قبل كده، اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. طعمية ده حصري واصلي عندنا وبس. طعمية جميلة وريحتها خطيرة، واما بتيجي تقليها وانتوا بتفرموها اصلا بتشم روائح جميلة كده. الكوكتيل بقى بتاع حمص الشام والفول والخضرة بقى، الجرجير والكزبرة والكرات جميلة والبصل الأخضر روعة. هنقلي بقى الحاجات دي إن شاء الله، وهنجيب حلاوة ومخلل وحاجات من البيت. فخليكم معانا. دلوقتي هشغل الزيت على البتنجان، وبعد ما البتنجان هقلي الطعمية. هنعمل النهارده بقى، قبل كده عملتها معاكم سادة وحطيت السمسم والكزبرة في قلبها من جوه. النهارده هنعمل من بره بقى، هعملها من بره بطنها بالسمسم وهوريكم بقى. ودي طبق فول هنعمله بالزيت والليمون كده والكمون. خليكم معانا كده يا حبايبي. انا شطفت البتنجان وحطيت على ميه، وحطيت زيت هنا على البتنجان لوحده، وايه والطعميه لوحدها. ليه؟ لان ساعات البتنجان بيسمر الزيت، فانا هعمل كل حاجه لوحدها اهو. بسم الله ما شاء الله. اهو حط البتنجان. هو طبق كده على قد الفطار. ونفض حاجه للغدا ايه؟ انا عادي فض خيار من اللي انا بقطعه في الفطار بقطعه في السلطه في الغدا. فض بتنجان بجيب له طبق برضه كمان على الغدا كده. الحاجه اللي بتعمليها فايه اللي يفض الجو كويس، وحتى تحط في التلاجة تحفظ الحاجه. وبدهم هم دول هقليهم. وهجيب بقى ايه؟ هعمل الدقه بتاعتي كده يا جماعه. انا هعمل الدقه بتاعت البتنجان بتاعنا اهي. ده اهي. ده حطيت التوم وعليه كمون وعليه سنة ملح وعليه الفلفل الاحمر او الاخضر زي ما انت عايز. هدق بقى الدقه بتاعتنا وانعمها. حبايبي انا خلصت الدقه خلاص. الدقه دي انا هغير اتجاه الفول، مش هعمله بالزيت والليمون. احنا عملته قبل كده بالزيت والليمون والكمون، انا هعمله بالطشه النهارده. عفوا. الطشه دي عباره عن ايه؟ هاخد نص معلقه من الدقه دي. الدقه دي توم وكمون وشطه او فلفل، واحط معلقه زيت تسخن، وبعدين انزل بالطشه دي، وبعدين ايه الفول. ولو حابه تحط طماطم تقطعها طماطم صغيره كده ماشي. عايزه بس تحط الطشه بس وخلاص. بس كفايه دي تغيير في طعم الفول ده يا حبايبي. ايه انا حطيت ايه الطاسه هي القناه دي تسخن. اخد لها بقى ايه حاجه بسيطه كده يا دوبك الريحه تطلع، تروحي نازله ايه انا حاطه عليه توم اهو. حاجه بسيطه كده بس ريحه نغير من طعم الفول، عشان مش كل مره الزيت والليمون بس كده. البتنجان معايا بتقلي اهو. قلبت على الوش التاني سايح وزبده وجميل. وطيت عليه بقى عشان ما يتحرقش، لانه بيبقى زي الزبده كده. شوف ما بياخدش معلقتين زبده. وده الفول معايا اهو. وده اللي دي التومه ريحتها ابتدت تطلع. هنزل بالفول ريحته خطيره. هقلبه بقى واطلع البتنجان ونقلب طعمه. انا كده ما بوقفش البوتاجاز شغال على البتنجان وعلى الفول. لا، جبت طماطم قطعتها، جبت خيار قطعته. ما بوقفش اخلص حاجتي كده اوام اوام، مش كل ما اعمل حاجه في جنبها، لا اسرع كده. ده البتنجان بتاعنا يا جماعه. انا طلعته هحشي بقى عسل. البتنجان ده زبده. اول ما بيجي في السوق البتنجان الجبل الابيض ده
بيبقى جميل، ما بياخدش معلقتين 2 زيت، وبيبقى سايح وجميل. نحشي كده، نعمل صابعنا في قلب شريحة البتنجان عشان تشرب التتبيلة من جوه. شوفوا من كتر ما هي سايحة البتنجان مفيد وجميل، حلو للأنيميا واللي عنده الهيموجلوبين نازل. وجدعانوا معانا كده يا حبايبي بالاشتراكات الحلوة بتاعتكم واللايكات الجميلة، متحرمش منكم ابدا ولا من دعمكم. اهو واجي طبقة اهو يا جماعة، وماجم طبقة. خلصوا بقى ونقل الطعمية مع بعض، خليكم معانا كده يا حبايبي. احنا نشتغل بقى في الطعمية، نحط شوية كزبرة كده عليها، وناخد شعرة مع السمسم عشان لونها ما يغمقش، لان الكزبرة اهي. نعجن بقى عجينتنا الجميلة دي. الطعمية دي خطيرة يا جماعة، خلي بالك اما تكون الحاجة ببيتك بتسهل عليك، لا تروح تقف عند الطعمية بقى، حاجة ببيتك غسلاها وضمناها وضمن الجودة وسلامتها. نصبع بقى، بسم الله ما شاء الله. كده نثبته كده فيها، وتسوي بقى بالطريقة اللي انت تحبيها اهو بالشكل الجميل الجميل. زيت سخن اهو. تعملي طعمية بالسمسم، وممكن اديكي فكرة كمان، ممكن تعملها حشوة من قلبها. حشوة عبارة عن يا حبايبي؟ بتعملي قرن شطة مع طماطمية تقطعيها صغير خالص، مع قرن مع بصلاية صغيرة. هي دي الحشوة. اي حشوة عايزة تحشيها للطعمية، او ممكن تحطوا البصلة نية بس تقطعها ناعم، وتروحي عاملة كده بصابعنا كده في قلب الطعمية، وحشيها وقفلها تاني زي القرص، زي القرص المحشية. وممكن تحمري البصل والكرمليزيا بتاع الكشري وتحشيها بصل متكرمل. دي كلها افكار، وانا بديك الفكرة وانت تلعبي في المطبخ زي ما انت عايزة. جميلة كده حبايبي. الفول معايا شغالة اهو، طعمية جميلة جميلة جدا. انا هقلب بقى الطعمية اللي معايا دي وطلعتها جميلة عسل، الريحة بقى جميلة جدا. انا بقى هخلص الطعمية واطفي على الفول وارجع لكم تاني واحنا بنحط اكلنا على الصينية. كده يا حبايبي خلصت. في ثواني عملنا احلى اكل، ما خدش مننا ثواني. عملنا عملنا فول بالطشه. خدت معلقه من الدقه بتاعه البتنجان، سخنت معلقه زيت ونزلت بالثوم مع الشطه على الكمون، ورحت نازله على طول يكون الفول جاهز عشان ما يتحرقش مني. انزل بالفول واحط عليه ميه بسيطه علشان يغلي دقيقتين مع بعض كده، ان الصلصه والثومه والحاجات دي تشرب من الفول، يشرب منها. سبته دقيقتين على النار، طفت عليه. ده بالنسبه للفول بالطشه. البتنجان قلنا بتنجان، عملنا له الدقه كانت عباره عن ليمون وكمون وتوم وشطه، قطعت خيار. دي الطعميه الجميله جميله، طعميه قوي. الطعميه دي خطيره يا جماعه، وريحتها قلب البيت. لما يكون في طعميه لازم الراعي الرسمي بقى اللفت على جزر على كرنب انا محدقاها اهو. ودي طماطم، لازم الطعميه يبقى طماطم متقطعه ومعايا حلاوه. وده كان فطارنا النهارده، فطار جميل. اتفضلوا معانا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. عملنا فطار كده على مقسم. يا ريت اللي يعجب الفيديوهات بتاعتنا ما ينساناش بالدعم واللايك والاشتراك. وصلوا كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.